ممثلة اعتقد الجميع إن هي مصرية، وولدت عام 1905 في لبنان، ولكن جت مصر في سن ال25 من عمرها هي وأسرتها. الممثلة دي يهودية الجنسية، اشتغلت جاسوسة أول ما دخلت مصر، عاشت فترة في اسكندرية واتعرفت بأدوار الدادة والأم، الفنانة ثريا فخري. تعالوا نسمع حكايتها. أنا الممثلة ثريا فخري، يهودية الجنسية. لما جيت مصر كنت أنا وبابا، وكان وقتها عندي 25 سنة. اتولدت سنة 1905. اتشهرت بأداء الدادة والأم من ساعة ما دخلت الوسط الفني. عملت 210 فيلم و120 مسرحية، وأنا صاحبة الضحكة رنانة، ومش كل الناس عارفة اسمي. طب فهمينا انت ازاي بقيتي جاسوسة، واتجسستي على مين بالظبط؟ لما رحنا مصر عشنا في اسكندرية، وأنا ما كنتش متعلمة، وما كانش ينفع إني أعمل أي حاجة غير إني أختلط بالمصريين. وكان التمثيل الفترة دي مليء بالصهاينة، فاتدريت في وسطهم وعشت على إني مصرية. ومن هنا بدأت الحكاية. الموضوع بدأ يا غالي لما بابا اتكشف إن تجارة القماش اللي كان بيستخبى وراها اتكشفت، رغم إنه قعد سنين مداري وراها، وكان بيشتغل مع مجموعات صهيونية وساعد في تخريب ومصايب كتيرة قوي في الفترة دي في لبنان. ولما حس إن العين بقت عليه حكالي كل شيء، وكان لازم نسيب لبنان في أسرع وقت. بدأت أول خطوة ليا في السينما 1939، وشاركت في فيلم العزيمة مع حسين صدقي وفاطمة رشدي، وتنوع في الأعمال من بعدها في الكوميديا والتراجيديا، ومن أهم الأفلام ملاك وشيطان. وهنا تعرفت على جوزي الأول محمد توفيق، اللي كان محاسب لعدد كبير من الفنانين، واتجوزته عشان اتجسس على الفنانين وحساباتهم. ولما اكتشف الموضوع طلقني بعد شهور من جوازنا. وبعدها اتجوزت تاني من مصري اسمه نبيل الدسوقي، واستليت عليه فلوسه، وبعدها مات بالسرطان، وأهله حاولوا يرجعوا فلوسه ولكن بالمحاكم، بس ما فلحش الموضوع ده. وبعدها اتجوزت من الفنان فؤاد فهيم، واستمر الجواز 7 سنين، ومات بعدها وساب لي ثروة مهولة. بدأت أحس إن عمري كبر، وبدأت أحس إني خلاص قربت أموت. وبما إني صهيونية فقررت أبيع ممتلكاتي كلها ما عدا القصر. وبما إني كنت معروفة بالبخل فدفنت فلوسي في أرض القصر، وحطيت متفجرات عشان أحميها وأحمي نفسي. وانت ايه اللي خلاكي ما تبيعيش القصر؟ ما بعتوش عشان الصهاينة كانوا بيستخدموه في تخزين المتفجرات، ولكن حظي إن المتفجرات اتفجرت بي أنا والقصر، وما قدروش يتعرفوا عليا علشان ما لقوش وريث ليا. ووزارة الأوقاف بعدها هدت القصر وقررت تبني مسجد، ووقت الهد اتلاقوا كل ممتلكاتي تحت الأرض.